أغضبت مجددا حركة أناحي التي قام بها بعد تسجيل هدفه ضد منتخب تنزانيا في مسابقة كأس العالم. جماهير مصر وصفحاتها على الفيسبوك. لم تكن مشترك في القناة فلتشترك على القناة لكي يصلك آخر أخبار المغربية. ووضع أناحي يده على عينيه في إشارة إلى استمرار البكاء وتخبط الإعلام المصري في دوامتها عقب التصريحات التي أدى بها بخصوص ممارسة الفراعنة في مقابلتهم. وكان عز الدين أناحي قد قال في تصريحه السابق إن المنتخب المصري يفوز بتضييع الوقت وادعاء الإصابات وغيرها من الأفعال التي تعود المشاهد على رؤيتها عند المصريين. وبالمقابل اعتبر البعض من الجمهور المصري تصريحات أناحي صحيحة، واعتمدوا في ذلك على التعادل المخيب للمنتخب المصري في الجولة الأولى.